رحتي بدري عشان تحجزي واستنيتي دورك الى ان يشاء الله دخلتي الكشف، غالبا مش هتخشي لوحدك، معاكي 5 كمان، ما اصل العياده زحمه واحنا لازم نشيل بعض. فاحنا هنخش 5، نطلع على الميزان نوزن، ننزل، اللي بعده يطلع وننزل، وفي الاخر تاخدي انت وزمايلك جدول، يا جدول واحد يا اما بس عشان خاطر المنظر بيبقى معانا 3 4 جداول بنوزعهم عليكم. المشكله انك بتبقي مقتنعه تماما ان البرنامج اللي انت واخداه الغذائي ده متفصل عليكي وهو معمول مناسب لكل ظروف حياتك، مع ان هو عند الدكتور من قبل ما انت تخشي. يعني ما هو ما فيش حل غير ان الدكتور ده بيضرب الودع. فانا بحيي الدكتور ثاني مره بصراحه ان العميل بيطلع من عنده واخد ورقه زيه زي بقيه زمايله، وبيطلع مقتنع ان ده نظام غذائي كاستمايزد معمول لي انا. بس طبعا مش كل الاماكن كده، في اماكن بتبقى فعلا يعني منظمه والدنيا بتبقى ماشيه فيها بشكل كويس، ودكاتره فعلا بيطلعوا حاجات كاستمايزد لكل عميل على حده يعني. بس انا بتكلم على بعض الاماكن اللي بيبقى دي التجربه اللي بتحصل فيها. المشكله الثانيه كمان بعد كده، بعد ما نعدي المراحل دي كلها، مشكله المواصلات دي من المشاكل الرهيبه في الخدمه الاوفلاين او في وانا رايح عياده، لان بنزل اعيش وقت طويل في مواصلاتي سواء سايق او بركب مواصلات، وبعد ما بوصل انا بقعد في الاخر 10 دقايق مع الدكتور بتاعي، حتى لو دخلت بسرعه وكانت الدنيا متيسره بقعد 10 دقايق.